زهقت من الاكلات الاقتصاديه ومحتاجه تعملي اكله مختلفه كده وخفيفه وكمان اقتصاديه جدا. هاتي الجلاش المركون عندك في البيت وتعالي نعمل رول الجلاش بالخضار. مقرمش جدا ودهبي من بره وبحشوه متبله ولذيذه جدا من جوه. والميزه بقى ان الوصفه دي تنفع صيامي وتنفع فطاري. يلا بينا بقى نبدع. بس اذا كنتي اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس علشان توصلك كل اشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديده. في طاسة على النار هنزل بمعلقتين من الزيت او معلقتين من السمنة زي ما تحبي او المتوفر عندك. هنزل كمان ببصلتين متوسطين الحجم ومتقطعين قطع صغيرة مكعبات. هنزل بيهم وابدأ ان انا اشوحهم في الزيت او في السمن زي ما تحبوا. هشوحهم تشويحة حلوة جدا وهنزل بمعلقة من الملح والفلفل علشان تساعد على انها تحمر اسرع. انا مش هشوح بس لكن هوصل لمرحلة اللي هي مش بدبل فيها بس لكن بحمرها. زي ما احنا شايفين كده انا حمرت البصل بتاعي بس مش هيوصل لمرحلة الحروقة. هيبقى اللون الذهبي الحلو ده. وفي اللحظة دي هنزل ببطاطسيتين كبار. قشرتهم وغسلتهم وقطعتهم مكعبات صغيرة زي ما احنا شايفين كده. وهنزل بيهم على البصل بتاعي اللي يعتبر اتحمر. هقلب كويس كده وافضل اشوح شوية البطاطس مع البصل المتحمر. هشوح البطاطس كده شوية لغاية ما احس انها امتزجت بالبصل بتاعي. في اللحظة دي بقى هنزل بمعلقة صغيرة من الشطة. والشطة هنا مش أساسية، ينفع تستغنى عنها عادي جدا، ما تحطهاش لو مش حابة. وبعدين هقلب وهنزل بعد كده بنص كوباية من المية المغلية وهضيفها تدريجيا وبعدين هغطيها واسيبها على نار هادية تستوي، لان انا مش محتاجة فيها اي عصارة خالص، عايزاها ناشفة. واول ما تستوي واحس ان هي استوت هرفع الغطا بتاعها. هنزل هنا بقى معلقة صغيرة من السبع بهارات وهقلبها. وبعدين هنزل بمعلقتين كل معلقة منهم صغيرة، واحدة توم باودر واحدة بصل باودر، وهقلب. بس خلاص التوابل بتاعتي يعتبر خلصت. هنا بقى هنزل بيه فلفل الوان اخضر واصفر واحمر. الفلفل بتاعي يعتبر قيمة غذائية في الاكلة، لو حابة تستغنى عنه مفيش مشكلة، بس هو طبعا بيدي طعم حلو جدا. هقلب بقى. بمجرد ما دبلته هطفي بقى على طول النار وهنزل بيه الزيتون بتاعي الشرايح. وبس كده الموضوع كله. ما اخدش معايا حاجه بقى بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده، قيمه غذائيه عاليه. حطيته في الطبق وهجيب الصاج بتاعي اللي انا هشتغل فيه مقاس 30 في 40 تقريبا، وهدهنه دهنه كويسه من السمنه. وهجيب بقى شويه سمن او زيت، طبعا زي ما بقول وباكد ان الاكله تنفع صيامي وتنفع فطاري عادي. هي في العموم اكله اقتصاديه بدون لحوم خالص. هجيب بقى كل رقين او 3 رقات زي ما تحبي. انا عملت كل 3 رقات دهنتهم سمن، وهبدأ ان انا احشي رول طويل كده زي ما احنا شايفين بالطول. هنزل بقى بالحشوة بتاعتي. اكلة اقتصادية جدا فيها قيمة غذائية عالية، بسيطة ومكوناتها بسيطة جدا، ما فيهاش اي تكلفة، لا فراخ ولا فيها لحمة ولا فيها اي حاجة مكلفة، وفي نفس الوقت قيمة غذائية حلوة جدا. لفيت الرول زي ما احنا شايفين واحط في الصاج. انا الكمية كلها اخدت معايا 2 لفة من الجلاش، يعني واخدة لفتين معايا من الجلاش. الصاج كله واخد لفتين، وكنت بعمل كل رول 3 طبقات. يعني الرول ده 3 طبقات اهو، 3 طبقات. بلف كويس جدا واحاول احبكها كويس جدا عشان ما تتبهدلش معايا. ببدأ بقى ان انا الوش ادهنه بالسمنة وهدخله الفرن. هكون مشغلة الفرن وهدخله على درجة حرارة 200. هتقعد بالظبط 10 دقايق علشان الوش يتشمع. وعقبال ما الوش يتشمع في ال10 دقايق دي هجيب 1.5 كوباية من الحليب وهنزل عليهم ببيضتين، طبعا علشان اشرب الجلاش بتاعي. طبعا لو انت عاملاها صيامي بينفع جدا تعملي مرقة خضار عادية جدا وتشربي بيها الجلاش عادي جدا، بتطلع برضو مقرمش جدا وطعمه جميل جميل جميل، يعني مش فارقة الطريقتين. هنا بقى حطيت الملح والفلفل ونزلت بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وعايزة اقول لو هتعمليه صيامي بمرقة خضار برضو هتحط بيكنج باودر وملح وفلفل، يبقى الطريقة دي فطاري. لكن الطريقة الصيامي بتحط فيها بتستبدليها
بمرقة خضار في كوباية مية مثلا، وعليها ملح وفلفل ومعلقة من البيكنج باودر. هنا بقى طلعته بعد 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير، كان الوش كله اتشمع زي ما احنا شايفين. هنزل بقى بالتشريبة بتاعتي واشرب الجلاش بتاعي كله بالحليب والبيض والملح والفلفل والبيكنج باودر. هحاول اشرب كل الكمية، وعلى الوش هرش شوية سمسم وحبة بركة، بيدي طعم جميل جدا في الاكل. القرمشة اللي على الوش دي بتبقى جميلة بالسمسم وحبة البركة. قطعته بقى زي ما احنا شايفين كده، وهدخله تاني الفرن. هيقعد نص ساعة، وبعد النص ساعة هشغل المروحة الداخلية، ولو مش عندك مروحة داخلية مفيش اي مشكلة، شغل الشواية. هياخد اللون الذهبي الجميل جدا ده، لونه طالع رائع 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 يا جماعة. طعمه مقرمش وجميل جدا، ريحته كمان جميلة ومفحفحة من التتبيلة بتاعته. وصفة معانا خفيفة ولذيذة ومناسبة لأي وقت، سواء فطار أو غدا أو عشاء أو جنب الأكل. ده غير إنها اقتصادية جدا، وممكن نغير في الحشو بتاعها على حسب المتوفر عندك في البيت. الوصفة حقيقي مرنة، ممكن تتحشي أي حشو انت عايزاه. هنا شايفين اللون بتاعه جميل ازاي. بجد على قد ما هي أكلة بسيطة ومكوناتها بسيطة، لا هي شيك وفخمة، تتحط في عزومات. تعالوا بقى نطلع الصوابع دي ونشوف شكلها عامل ازاي. بجد خطيرة خطيرة خطيرة، يعني مقرمشة جدا، طرية جدا من جوه. شايفين من تحت المتشربة كل التشريبة اللي شربناها، والوش كله مقرمش. بجد لذيذة، سواء عملتيها صيامي او زي ما انا عملتها كده فطاري. في كل الاحوال هي لذيذة جدا، حاجة كده اشبه بالبوريك التركي كده. تعالوا بقى نفتحها من جوه ونشوف عاملة ازاي. من جوه طرية جدا، شايفين بقى قلبها عامل ازاي، وهي من بره مقرمشة اصلا، مقرمشة قرمشة لذيذة. خلصت وصفتنا النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. اذا عجبتكم وجربتوها اكتبوا لنا رايكم في كومنتات، دي حاجة بتسعدني وبتشجعني اني اكمل. ما تنسوش بقى اللايك والشير لكل حبايبكم. انتظروني في وصفات احلى واحلى من مطبخ فراولة. شكرا ليكم ولمتابعتكم.